اخلطي الملح على الخل وشوفي بقى ايه اللي ممكن يحصل بعد 6 دقايق. عمري ما تخيلت تطلع في الاخر بالشكل ده، اتصدمت فعلا من اللي انا شفته. هتجيبي شويه خل وشويه ملح ونخلطهم مع بعض بالشكل ده وسيبيهم 6 دقايق، وتعالي نشوف ايه اللي ممكن يحصل. لو اول مره بتزوريني على القناه اتمنى ان انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل. والفيديو مليان افكار كتيره حلوه قوي، هتستفادوا منها كتير. تابعوا الفيديو للاخر لانها كلها افكار حلوه وهتستفادوا منها. معايا برطمان فاضي ومعايا معلقتين من الملح الطعام، الملح العادي بتاع الاكل معلقتين، حابه تحطي معلقه واحده بس مفيش مشكله. ومعايا نص كوبايه من الخل اللي احنا بنستخدمه العادي بتاع المطبخ. ومعايا 3 معالق من الصابون السائل، الصابون المركز يا جماعه مبقاش بنضاف عليه اي ميه. ومعايا كمان ليمونه او نص ليمون، انا هحط ليمونه كامله اعصرها كويس جدا وهبتدي اعصر الليمون حلو قوي عليهم. يبقى الخليط اللي احنا عملناه ملح وخل وصابون سائل وليمون. اكون محضره ميه مغليه في الكاتل او في البراد واقوم نازله عليهم بالميه المغليه. خلاص المكون خلص معايا اهو، اقوم ضيفاه بميه سخنه مغليه. بعد ما اضيفها بالميه السخنه المغليه هقوم ركناها على جنب. هقوم هركن المكون ده معايا على جنب ونشوف بقى المكون التاني اللي احنا هنعمله. اول حاجه معايا طبق ونحط فيه معلقتين من الملح، ونفس المكون الاولاني هنحط برضو في المكون التاني ده في نفس الطبق. و3 معالق من الصابون السائل ونص كوبايه من الخل. نفس المكونات عملناها هنا نعملها هنا، و3 معالق من الصابون السائل. وهنعصر ليمونه، ليمون اللي احنا عصرناه في الاول نعصرها برضو هنا. ونص كوبايه من الميه المغليه. حابه تعملي المكون ده من غير ميه مغليه مفيش مشكله. وتعالوا نشوف بقى احنا هنعمل بيهم ايه وهنستخدمهم في ايه بالظبط، وهتبقى النتيجه بتاعتهم ازاي. خلاص انا خلصت كده المكون ده. تعالى بقى نجيب البراد البرطمان اللي كان في ايدي الاول، وهنشوف احنا هنعمل بيهم ايه. انا دوبتهم كويس خالص وهبتدي اسيبهم على جنب. وتعالى نشوف بقى المكون الاولاني هنعمل بيه ايه. انا خلاص عندي معالق مش نظيفه، واي معالق عندك في المطبخ انت حابه تنضفيها وتعقميها تحطوها في البرطمان ده وتسيبيها من الصبح لاخر النهار. اي معلقه مش نظيفه، اي حاجه مش نظيفه حطها في البرطمان ده، هترجع معاكي المعالق بتلمع زي الكريستال كده. يعني شايفين المعالق عملت ازاي والشوك والسكاكين من غير غسيل من غير دعك، ولو فيها اي صدى فيها اي سخان بتنزل في الميه. انا بركن البرطمان ده على الحوض عندي، وكل المعالق اللي مش نظيفه بقوم حطها في البرطمان ده واسيبها لاخر النهار، وبقوم شطفاها مع المواعين لما اجي اغسل المواعين. تعالى بقى نشوف المكون التاني هنعمل بيه ايه. المكون التاني برضه هنستفاد منه كتير قوي. انا خلاص كده خلصته كده وبركنه على جنب. وكل ما احب ارمي معلقه مش نظيفه اقوم حطها في البرطمان واغسل اخر النهار. المكون ده بقى معايا ليفه كده او سبونشه، واقوم ملمعه بيها الازاز، اي حاجه ازاز عندك، اي كوبايه ازاز، كاسات اللي بتبقى في النيش عايزه تلمعيها وتخليها تبرق كده بالمكون اللي احنا عملناه ده من غير حتى الميه كده. انا ابتدي امسحها لكم بالمنديل بتلمع، يعني الازازه بيرجع. مش كده بس، كمان هنعمل بقى حاجات كتيره مش على قد كوبايه الازاز. احنا هنعمل بقى دلوقتي هنلمع بقى الحوض ونرجعه زي ما كان، يعني في صدى وفي اتساخات كتيره. هبتدي اخد من المعجون اللي احنا عملناه ده او بالخليط اللي احنا عملناه ده. شايفين المركز الليمون او الحامض بتاع الليمون مع الملح بيتفاعل في الحوض وبينظف الحوض من اي اتساخات فيه في ثانيه. مسافه ما غسلت بيه بسلكه ناعمه كده نضف الحوض في ثانيه ولمع زي ما ورجع زي ما كان. تعالوا شوفوا البوتاجاز بقى، سحر في البوتاجاز وفي السلستين بالذات. رجع البوتاجاز بلمعانه. عايزه اقول لكم ان هو بيلمع السلستين بطريقه رهيبه زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف الفكره اللي معانا بقى. واول فكره ان احنا معانا طاسه زيت ومش عايزين الزيت يفضفض في وشنا كتير. دي فكره حلوه جدا ان انا احط لقمه عيش في الزيت وانا بقلي اي حاجه. اي حاجه انا بقليها عشان ما تفضفضش فيها كتير، هي تفضفض بس مش بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي، بتهدي الفضفضه شويه يعني على قد الطاسه بس كده وما تفضفضش. معايا افكار حلوه في الفيديو، يا ريت تتابع الفيديو للاخر وما تنسينيش في اللايك، يا ريت تدعموني باللايك حلو منكم. وتعالوا نشوفوا بقى الفكره التانية ومهمه جدا. معايا بقى كوش المونيا، وكوش المونيا دي صعب غسيلها جدا، صعب عليا ان انا بغسلها لانها بتبقى ماسك فيها الاتساخات جامد. فهعمل ايه؟ هجيب ورق من الالمونيا اللي انتوا شايفينها دي وهغلف بيها الكواش. وطبعا الشتاء داخل علينا فاحنا مش عايزين نغسل كتير ولا نتعب نفسنا كتير، فهنبتدي بقى نغلف الكواش دي زي ما انتوا شايفين. تغليفها سهل مش صعب. اوريكم الطريقه. اول واحده كده انا ابتديت اضغط عليها كده بايديا وتقوم طالعه كده في ايدي الورقه، بتقوم فاصله نفسها كده زي ما انتوا شايفين. دي اول فكره. دي تاني فكره احنا عملناها. وتعالوا نشوفوا بقى الفكره الثالثه.
دي الفكرة التالتة والأخيرة. معايا بطاطس وعايزاها تبقى مقلية حلو ومقرمشة، وإحنا في موسم أصلًا البطاطس اليومين دول مش بتقرمش أوي وبتبقى طرية، فعايزاها تبقى طرية. هاقوم منشفاها بالمناديل أهم حاجة عشان بتسوّد الزيت معايا. لمّا يكون البطاطس فيها مَيّة بتسوّد الزيت والبطاطس بتطلع حمرا معايا. عشان أعمل إيه بقى تطلع حلوة، أقوم منشفاها خالص من المَيّة، ومعايا بيكنج باودر بتاع الحلويات أو الشيف كيك، وترشي رشة كده بعد ما البطاطس تنشف. بتنشفيها بفوطة قطن أو بالمناديل المطبخ، وتنشفيها تمامًا من المَيّة، وبعد كده ترشي عليها بيكنج باودر، معلقة من البيكنج باودر كده رشة خفيفة، وتسيبيها وتيجي تقليها هتلاقيها بجد يعني تحفة ما تتخيلهاش في الطعم، وبتبقى مقرمشة معاكِ. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي يا حبايبي.